ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه يا رب؟ كلكم تكونوا بخير وسعداء ومبسوطين وفي أحسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. الروتين النهاردة مليان حاجات كتير حلوة قوي هتعجبكم، وبجد هتتشجعوا وتتحفزوا من الروتينات الحلوة دي. طبعا الروتين بتاعي النهاردة من الروتينات الحلوة اللي انتوا بتحبوها، والفيديوهات الحلوة اللي بتخليكم كده عندكم طاقة إيجابية وتحفزكم. اتحداكي ان بعد الفيديو ده ان شاء الله كده انك تقومي وتشوفي وراكي ايه. هنعمل حاجات كتير حلوه مع بعض. كملي معايا الفيديو للاخر، وان شاء الله قناتي تعجبك. لو عجبتك القناه ما تنسنيش باللايك واشتراك وسبسكرايب عشان يصلك مني كل حاجه جديده بنزلها. اما بالنسبه للناس اللي منوراني دايما ومشجعيني وبتحط لي كومنتات حلوه، ربنا يفرح قلبكم ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري كده وبتفرحوني بكومنتاتكم الحلوه دايما. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا عشان انتوا عارفين ان انا رغاية. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعي. بدأته كده النهاردة، كان نفسي في السردين ده قوي 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 قوي. فاول ما بدأت كده وانا راجعة بقى من المدرسة، رحت جايبة بقى ايه نص على قد، لاني عندي في البيت هنا ما بياكلوهوش، فروحت جايبة نص على قد. فقلت اعمله، فانا بتبله كده بشوية توم وشطة وكمون وليمون وبصل وطماطم كده. اهم حاجة ان هو يتغسل كويس، غسلته كويس جدا وبعدين تبلته. طبعا انتوا عارفين السمك، اهم حاجة في السمك التوم والشطة والكمون والكزبرة، ده اساسي معاكي في اي سمك. فانا تبلته بعد ما غسلته كده، تبلته وبعدين جبت صينيه بتاعتي وهحط بقى البطانه بتاعتها تحت كده، احط طماطم وبصل كده شرايح شرايح شرايح. وبعدين هروح منزله السردين بتاعي، وبعدين هرجع احطه بقى ايه، ادخله في الفرن. طبعا بيبقى طعمه حلو قوي، وبرش شويه زيت كده ايه من على الوش. عايزه بقى تحطي بطاطس، حطي بقى برضو، خرطي شرايح بطاطس كده وحطيها برضو تحت. بس انا الصراحه ما بحبش احط البطاطس، لان انا بحب اغمسه كده وبيبقى معايا طعمه تحفه تحفه تحفه. جربوا طبعا الطريقه دي هتعجبكم جدا. الناس اللي بتحب السردين، طبعا الاسكندرانيه هم اللي بيحبوا السردين. ودوت كان غدانا النهارده كده. بس طبعا ده غدايا انا اللي انا اتغديت بيه، لكن هم هيتغدوا حاجه تانية هتشوفوا معايا في اخر الفيديو. كملوا بس معايا الفيديو للاخر وما تسرعوش الفيديو، ويا ريت يا ريت يا ريت يعني لو مش هتتشاهد الفيديو وما تحطليش لايك، عشان والله العظيم اللايك والكومنت والجري دوت بيخلي الفيديو يقع معايا. ف يعني اللي مش هيشاهد ومش عايز يشاهد فخلاص يطلع من قصرها، ياخدها من قصرها ويطلع كده. فبلاش يوقع لي القناه بالله عليكم ويوقع لي الفيديو. طبعا هنا بصوا بقى، كنت بحط الزيت كده على الوش، هيبقى بقى ايه، وهدخله الفرن على طول، مش هستنى ان هو ايه يغرق. بصوا بقى، بصوا الجمال. بصوا قلت اعمله كده عشان اخلص منه، عشان اما انتبه بقى للبيت كده اشوف ايه اللي ورايا، كل حاجه بقى تخلص ايه واحده واحده. وبعدين هنا دخلت بقى على التلاجة، كانت التلاجة بقى عايزه عندي تتنضف. انا بقى روتين المشتريات بصراحه ما صورتوش، لان في ناس كتير طبعا خلاص انا المشتريات بتاعت الشهر والمشتريات البيت والحاجات دي، طبعا انا في ناس كتير بتصعب عليا، فما بحبش ان انا انزل مشتريات. انتوا فاهمين، لان العيشه طبعا غاليه، واكيد الحاجه غاليه والدنيا بايظه طبعا مع الكل، بيصعبوا عليا الناس دي الصراحه يعني. فربنا اهم حاجه طبعا، انا قايله لكم كده ربنا يرزقكم كلكم. واهم حاجه في الموضوع دوت ان احنا نحمد ربنا. انا طول الوقت بحمد ربنا على نعمه البيت والاولاد والامن والامان والنفس اللي احنا بنتنفسه، وعلى الاكل والشرب، وبصوا على كل حاجه، على اي يعني بصوا ايا كان بقى لازم نحمد ربنا. حتى لو كان بناكله ايه، يعني بناكله كتير، بناكله شويه، بناكله حلو، بناكله وحش، ايا كان اللي احنا بناكله لازم نحمد ربنا كده على اللي احنا بنعمله. حتى في تنظيف البيت لازم تحمدي ربنا، ومنادتك مع العيال وباباهم طول النهار. صدقوني كل دي نعم بجد مع العيال وباباهم. كل دول نعم يعني. العيال، الزوج الحنين رزق، والعيال المطيعة دي رزق. لازم نحمد ربنا على كل دوت. والله احنا اتعودنا عليهم بقى، ده شيء لابد منه في حياتنا. فلازم من وقت للتاني كده نحمد ربنا ونشكره ربنا على هذا كل النعم اللي احنا فيها. لان طبعا زي ما بنشوفه كده، وربنا يحفظنا ويمدنا كده بنعمه دايما، ويوفقنا ويرزقنا ويدينا الصحة والعافية، وينصر اخواتنا الفلسطينيين. بجد انا حزينه جدا كل الحزن والله العظيم عليهم. انا لما بشوف الاطفال كده بيتبهدلوا، وبشوف البيبي كده يقولك انا نفسي اكل، ويشوف بيبي تاني كده، الاطفال والنساء دول اكتر حاجه بتوجع لي قلبي. الاطفال لما يقولوا انا نفسي اشوف ماما، ونفسي اشوف بابا، ونفسي اكل، ونفسي في بيت، ونفسي اخويا يرجع، الحاجات دي بتتعبني جدا والله، بتاخد من طاقتي بتخليني اخش في حاله اكتئاب كده. فربنا ينصر اخواتنا الفلسطينيين ويحفظهم بقدرتك وبإرادتك يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ بلادنا، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا طبعا انا هنا كنت غسلت التلاجة، فبغسل التلاجة هنا بايه، بالخل وشويه بريل معين خفيف
بس وبشويه ديتول. حطيت بقى في البخاخه دي شويه خل بيخلي التلاجة معايا زي الفل، زي الفل، مش محتاجه اي حاجه. بعد ما كنت انا بقى جايبه شويه المشتريات دول، رحت حطاهم بقى رصاهم، ورحت غسله الرفوف ومسحت كده التلاجة معاكم. اول باول بمسحها، انا بغسلها كل، يعني مش بغسلها بميه بصابون، انا بمسحها كده تقريبا كل اسبوع، لان انا بستوق بالاسبوع. فتقريبا كده كل اسبوع بعمل بالخل والديتول ديت، بيخليها تعقيم ونظافه وريحتها حلوه قوي وشكلها حلو. كنت جايبه المفارش ديت ب10 جنيه، فقلت بقى تغيير، انا بحب برضو ايه اغير كده من وقت للتاني، طبعا انتوا عارفين. فقلت بقى كتغيير للعين. طبعا بصوا هنا بقى كنت جايبه كابوريا وجايبه سمك شوي وجايبه جندوفلي. فقلت ايه عامل شويه رز حبه وحبه كده، فانا بجيبه واحطه على النار، بحط شويه زيت وهعمل حبه وحبه. الكابوريا كنت عاملاها معاكم قبل كده، فانا عندي الولاد الحاجه الوحيده اللي بيحبوها في السمك، بيحبوا السمك الشوي وبيحبوا الكابوريا. بصوا الرز الحبايه وحبايه ده، او حبه وحبه الاسكندريه، انا عن نفسي طلعت لقيتهم بيقولوا حبه وحبه، بس هما في ناس بتقول حبايه وحبايه. فانا بجيب حبه كده يعني كوبايه، بروح حرقاها، بفضل احمر فيها زي ما انتوا هتشوفوا معايا، وبعدين بنزل عليها بالرز الابيض، وبحط الميه والملح بتاعتي عادي، وبغطي عليها وبسيبها، بيطلع معايا الرز زي الفل. بص بقى كنت عايزه اقول لكم ايه، عايزه اقول لكم لما يكون وراكم حاجه وراكم مهام كتير في اليوم، ابدأي باللي تقدروا عليه، او اعملوا اللي تقدروا عليه. مش لازم تعملوا كل حاجه على اكمل وجه، مش لازم تعملوا كل حاجه وتهدوا حيلكم ونروق ونغسل ونذاكر وننزل ونطلع ونشتري. لا لا لا، احنا خلاص، انا عن نفسي بتكلم بقى باللي انا بمر بيه اليومين دول. احنا طاقتنا ما بقتش تسمح لنا، مش لازم الواحد يجيب اخره. انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا بتيجي عليا الساعه 6 7 ببقى خلاص، خلاص يعني فطست. فخليكم رحماء بنفسكم، يعني بلاش نضغط على نفسنا. ساعات فعلا النفس اللي انا بتنفسه ده بيبقى خارج، بصوا، واخد كل طاقتي معاه، ما عنديش طاقه خالص. خليكم رحماء بنفسكم، بلاش 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 ان انتوا تيجوا على نفسكم. قلت لكم قبل كده وبقولها لكم المره المليون، صحتنا غاليه علينا، محدش هيدينا من صحتنا لو حصل اي حاجه. وطبعا انا حابه اوجه رساله لكل حد، كل حد حاشر مناخيره في حياتي. انا بوجه رساله لكل حد حاشر مناخيره في حياتي، كل حد بيتكلم عليا كلام سلبي، كل حد بيقول كلام يحرق دم اللي قدامه بيه. يعني في ناس كده في حياتنا بتحرق دم الواحد، هي مش حاسه هما بالكلام اللي هما بيقولوه، بيقولوا كلام ملوش اي لازمه. بيقعدوا يتنمروا بقى على ظروفنا وتصرفاتنا وحياتنا، ايا كان بقى الناس دي نفس يعني جنسيتها ايه اصلا. بس الواحد بيجي على نفسه كتير قوي وبيستحمل كتير قوي. بس ساعتها بقى بنحس ساعات ان الناس اللي حوالينا دي دول في حياتنا عشان يدونا طاقة سلبية، واحنا ما بعدش عندنا طاقة، اي طاقة اصلا ايجابية، ما بعدش عندنا اي طاقة ان احنا نستحمل كلامهم حتى لو كان قريب او غريب، ايا يكن هو مين. فالناس اللي حوالينا ديت كلامها وحش، في ناس ما بتعرفش تقول كلمة حلوة توحد ربنا كده، في ناس بتقعد معاك تخليك تكره نفسك وعيشتك وحياتك بعد ما كنت حابب العيشة ومتقبل الحياة وعلى وشك الابتسامة، بتلاقي فجأة ان الحياة اسودت في وشك والحياة كلها وقفت ضدك، وبتلاقي ان انت بقيت عندك مشحون طاقة سلبية. الله يحفظنا منهم يعني، ويبعدنا عنهم ويبعدوا عننا ويسيبونا في حالنا. بس سبحان الله في ناس بقى بنقعد معاهم دقيقتين او 5 دقايق، بتلاقي مشاكل الدنيا كلها اتحلت، بتلاقي سبحان الله عندك تفاؤل لو بكلمة واحدة، حتى لو عندك مشاكل الدنيا والآخرة. وفي ناس بكلمة واحدة تحس ان يعني زي ما قلت لكم كده سواد الدنيا قدامك. فرفقا بكلامهم ولسانهم، الله يرزقنا خير الناس وانفعهم ويبعدهم عننا يا رب. في حاجة كمان عايزة اقولها واقولها لكم كمان، وبقولها عن نفسي انا اول واحدة. انا قبل ما بقول لكم على حاجة بكون قايلها لنفسي الاول، دايما لما اجي اتكلم معاكم في اي موضوع بكون موجهه الكلام لنفسي الاول، فبلاش دايما نعيش دور الضحيه. وانا كنت اتكلمت حاجه زي كده المره اللي فاتت، وفي ناس قالوا لي كلامك صح، فانا بقول لك بلاش 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 تعيشي دور الضحيه، بلاش تعيشي دور مش دورك. يعني ايه شوشو دور مش دوري؟ يعني تعيشي دور الست اللي ب100 راجل اللي ممكن تعمل 500 الف حاجه مع بعض. بجد ما تفرحوش انكم كده، لان فعلا
هيجي عليكي يوم وهيجي عليكي وقت وتحسي ان طاقتك خلصت. فبلاش تبقى انت السباك والكهربائي والنجار والتكساجي اللي بيودي العيال المدرسه ويرجع تاني عشان ينزل بيهم الدروس والسنتر والخضري والدليفري والمامي والدكتوره والممرضه وحاجات كتير ياما. فوق ده كله ان انت بقى تعيشي دور الشيف في المطبخ وفتعملي من اشهى الاكلات، ويا ريت في شكرانيه. فسيبك بقى من كل دوت وجو، بلاش تعيشي دور مش دورك. وفوق ده كله زي ما قلتلك، وانت واقفه كده تلاقي نفسك ان انت نزلتي رحتي جبتي الولاد من المدرسه ورحتي جبتي السباك ورحتي جبتي الكهربائي وخلصتي كل البيت وخلصتي كل المسؤوليات اللي وراكي، وبعدين تلاقي نفسك عايشه دور مش دورك. ترجعي وانت بهدومك تقفي في المطبخ تعملي لهم اشهى الاكلات اللي بيحبوها وتشوفي ايه اللازم في المطبخ وتعمليه، وواحد من عيالك يجي يقولك مامي انا عايزه احل دي، وبنتك تيجي تقولك مامي فهميني دي، فرعون مصر يجي يقولك فين فردة الشراب اللي لونها ايه، وفين بنطلوني اللي لونه ايه، وفين مش عارفه ايه. فبلاش تعيشي دور مش دورك. صحتنا غاليه علينا، وكل ما بنكبر في العمر كل ما صحتنا وطاقتنا بتقل. اللي كلنا بنعمله في يومنا ساعات بيجي علينا وقت مش هنقدر نعمله. بتلاقي نفسك ان انت شغاله في دوامه 24 ساعه واقفه على رجليكي، 24 ساعه نازله طالعه، 24 ساعه في المطبخ، 24 ساعه بتذاكري للولاد. بجد صحتنا غاليه علينا. اللي احنا هنعملوه النهارده مش هنقدر نعمله بكره، مش هنعمل كله طبعا، مش هنقدر نعمل ربعه. فخليكي رحيمه بنفسك، لان في الاخر محدش هيقدر ده وهيجي يقولك شكرا. محدش هيجي يقولك شكرا. يعني في الاخر لو انت ما عملتيش اللي انت بتعمليه النهارده هتسمعي هو انت عملتي ايه، هو انت هيتقالك انت ضحيتي بايه. محدش طلب منك ان انت تعملي حاجه. انا مش شايف ان في حاجه اتغيرت في البيت، انا مش شايف ان في حاجه اتروقت من ساعه ما نزلت، انا مش شايف ان في حاجه الولاد حصلت لهم. طبعا انت بيكون ساعتها ما عندكيش طاقتك تبقى مشفوطه خلاص، بتتشفطي عين امها، فبتحسي انك مش قادره تعملي اي حاجه، وساعتها مش هتتشكري، مش هيتقدر تعبك، مش هيتقالك شكرا على السنين اللي ضيعتيها وضحيتي معانا وعملت لهم مليون الف حاجه معانا. ساعتها هتتلامي انك ما عملتيش، وانت ازاي ما عملتيش كده، وانت ازاي سبتي البيت كده وسبتي الولاد كده، يعني ما عملتيش معانا كده ليه، انت ازاي حرمتينا من كل التضحيات اللي كنت بتقدمها لنا في حياتك. اقول لك حاجه، مش بعيد يروح يتجوز عليكي، والله العظيم بجد مش بعيد يروح يتجوز عليكي. بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه بجد، انا يعني الناس اللي بتسمعني تقول لي صح ولا غلط. العمر يعني هو العمر عمر مش بيتقاس بالسنين. اكم ناس في العشرينات وتشوفيها تقولي عندها خمسينات، واكم ناس في الخمسينات تشوفيها تقولي لسه في العشرينات. طبعا ده كله بيرجع للراجل، في راجل يكبر الست وفي راجل يصغر الست. معايا ولا ايه؟ لو انت وصلتي معايا لحد هنا فقولي لي طبعا في الكومنتات. فالعمر مش بالسنين، العمر بيتحسب بالمواقف اللي بنعيشها، بالمواقف اللي بنتعرض لها، المواقف اللي جوانا، المواقف اللي بتغير شخصيتنا، المواقف اللي بتحبطنا، المواقف اللي دمرتنا. بجد خلي بالك من نفسك وخلي بالك من صحتك، لان محدش هينفعك، لا جوزك ولا ولادك ولا حد هيشكرك. لو اتشكرتي مره مش هتتشكري التانية، لو اتقدرتي مره مش هيجي عليكي مره مش هتتقدري التانية، هيلومك تاني مره. لو شافك متبهدله وفيكي حاجه ومتغيره وتعبانه وشعرك منكوش وبشرتك مبهته وشفايفك مقشفه وركاب رجلك مش عارفه مقشف وعندك هالات وتصبغات وكارته في شعرك، مش هيجي يقولك معلش يا بيبي، معلش يا حبيبتي احنا اللي تعبينك معانا يعني عنك شويه، طب تعالي اخدك مثلا اروح اعمل لك كده اي تغيير، اي اعمل لك اي حاجه في بشرتك، اعمل لك. مش هيجي يقول لك اعمل لك ده، هيجي يقول لك انت ازاي مش مقدره اللي انت وصلتي ليه. شوفي فلانه دي عامله ازاي، شوفي فلانه لابسه ايه، لابسه كعب رجليها عامل ازاي، شوفي فلانه عملت ايه، شوفي فلانه. هيجي يقول لك كده. فسيبك من الراجل، سيبك من عيالك، صدقوني ما حدش بيشكر. انا مش طالعه ان انا اديكم طاقه سلبيه، بالعكس خالص، انا طالعه اوعي البنات اللي لسه في الاول عشان ما يغلطوش غلطه كل البنات. لان انا اساسا وسط صحابي انا بسمع حوارات، انا يعني بسم الله ما شاء الله انا عندي صحاب كتير قوي، فبسمع كل واحده بمشكلتها، فكل مشكله باخد منها حاجه، فبحب ان انا اطلع اتكلم فيها عشان ما تغلطوش نفس غلطات البنات دي. برضو زي ما في رجالة يعني بتحبط، في رجالة بتشكر وتتقدر وفوق الراس. يعني انا مش بقول ان كل الرجالة وحشة،
في رجاله بتجبر الخاطر وتقول كلام ايجابي حلو برضو، فزي ما في ده في ده. انت اعملي واجباتك اللي ربنا قالك عليها، بلاش تعيشي دور الست اللي ب 100 راجل زي ما قلت لكم، لان ما حدش هيشفع لك ده، ولا حد هيديكي جايزه الست المثاليه ديت. انت في الاخر هتتلامي، هتطلعي وحشه، وانت اللي صحتك هتروح على الفاضي، ومحدش هينفعك، مش هتلاقي حد يخدمك. فملناش دعوه بالناس دي. فخلي بالك انتوا يا بنات من نفسكم ومن صحتكم، بلاش نحمل نفسنا فوق طاقتنا. خدوا من وقتكم كده ساعه في اليوم لنفسك، اعملي اي حاجه، اي حاجه بتحبيها بقى. افصلي، شيلي الفيشه ان شاء الله. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، ان شاء الله تشعبطي كده في السقف، تتاملي كده في سقف بيتكم. انا ساعات من كتر ما اليوم بيبقى معايا بفرهدني من كتر الضغوطات اللي بمر بيها، بقعد مع نفسي. قلت لكم ان شاء الله نص ساعه اعمل فيها ايرور كده، افصل فيها، اشيل فيشه دماغي، افصل فيها من كل حاجه في دماغي، اشد الفيشه. فالحمد لله على نعمه البيت والحياه والاولاد، كل دي نعمة وكل ده رضا من عند ربنا. انا مش بتبطر على النعم ولا بتبطر على الرجالة، بس احنا مش ملايكة. بيجي علينا يوم وبيجي علينا وقت بنكون خلاص جبنا اخرنا من كتر الضغوطات، مخي بيقف من مش عايز يستوعب، خلاص يعني عايزة ارتاح. فلو حسيتوا بكده افصلي وارتاحي، لان مهما هتعملي مش هتنجزي الحاجة صح. افصلي، خدي بريك، اهتمي بنفسك، كلمي حد بتحبيه، اختك، مامتك، اي حد بس يديكي طاقه ايجابيه. اي حد هيقعد يقولك كان وماني ويحكي لك مشاكل الناس كلها في الثلاث 4 دقايق اللي هتكلميه فيها، بلاش. ابعدوا عن الناس اللي بتدي طاقة سلبية، لان دي اكتر ناس بتيجي بطاقة سلبية. السلبي بيجيب سلبي. في ناس تكلميها في التليفون تقعد تشيلك هم السنين، تجيب لك فلانة وفلانة وسلفتي وجارتي وخالتي وعمتي. ابعدوا، ابعدوا يا بنات عن الناس السلبية دي. والله العظيم السلبي ما بيجيبش غير سلبي، الايجابي هيجيب ايجابي. كلموا ناس ايجابية في حياتكم، هتحبوا الحياة والدنيا معاكم هتبقى حلوة. واهم حاجة حبي نفسك واهتمي بنفسك عشان محدش هيهتم بيكي. روحي كده كل وقت كده، روحي اي بيوتي سنتر، اعملي طبعا بشرتك واعملي شعرك واعملي باديكير واعملي مانيكير، هتلاقيها فرقت معاكي. انت بتعرفي تعملي الحاجه دي، خدي برضو انت كل شهر كده اقعدي كده اعملي، نظفي نفسك كده كله بقى، نظافه شخصيه كله. هتلاقي نفسك انت حابه نفسك. اما تبصي في المرايه وانت حابه نفسك هتلاقي الدنيا حلوت معاكي. لا تقولي لي راجل، ولا تقولي لي ولاد، ولا تقولي لي جاره، ولا خاله، ولا عمه، ولا عم. ماشي. فربنا يرزقكم كل الخير اللي في الدنيا كله، ويبعد عنكم كل حاجه وحشه. فانا حبيت ان انا ارد على صاحبتي اللي كانت بتتكلم معايا. فيا رب تكوني انت فهمتي من الفيديو ده، وانا سبتلك الفيديو دوت، وانا عملتلك الفيديو ده، وبقول لك الكلام دوت عشان لما تيجي تفكري كده وتلاقي نفسك ان انت سرحتي في حاجه وحشه، اسمعي كلامي وان شاء الله ربنا يوفقك يا رب، وان شاء الله ربنا يبعد عنك كل حاجه وحشه. ودايما قولوا اللهم ارزقنا خير الناس وانفعهم. بس كده. طبعا انا طولت عليكم، بس طبعا انتوا شايفين انا عملت ايه في الفيديو. انا عملت بقى الكابوريا والسمك والسردين، وعملت بقى صينيه كيكه. طبعا انا هبقى انزل لكم صينيه الكيكه هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس، تمام كده. وعشان انا كنت عاملاها كذا مره معاكم على القناه، فانا طبعا من كتر الرغي، لان انا اساسا انا مش كنتش هنزل لكم الفيديو دوت النهارده، بس انا قلت انزله عشان ارد على البوب صاحبي، اقول لها يعني تعمل ايه وكده. بس وده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبك. بص طبعا صينيه السردين بعد ما طلعت كده، بعد ما خلصت الكيكه، قلت بقى احطها كده ان هي تحمر شويه من على الوش. وده كان غدانا النهارده. وطبعا الملوخيه انا زي ما انتم شفتوا كده، كان غلطه عمري ان انا قعدت الولاد اما جبت الملوخيه من السوق. انا كنت جايبه كميه وقلت للولاد اقعدوا كده في المطبخ اعملوها لي. لقيت المنظر زي ما انتم شفتوا ده، كان ندمت ندم عمري ان انا قعدتهم يقطفوها يعني. بس فالمهم ان هي اتقطفت على خير، ورميت اللي انا رميته وغسلتها. انا لما بحب انشرها، انا من عشاق ان انا انشر ملوخيه واخرطها، ما احبش ان انا احطها في الكبه. فحطيتها في كيس مخده ونشرتها على الباب، بعيد عن على البلكونه، بعيد عن الهاموش وبعيد عن الدبان، وهسيبها لتاني يوم لحد ما تنشف، وبعدين اخرطها. مش هعملها في الكبه. وده كان اليوم بتاعي. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبك. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسونيش باللايك والشير. وده كان غدانا النهارده زي ما انتوا شفتوا. ده كان يومي ماشي زي ما انتوا شايفين. اتمنى يكون فيديوهاتي بتعجبكم وتكون بتديكوا طاقه ايجابيه. استنوني بقى في فيديوهات تانية كتير، هتوحشوني. الى اللقاء.